حبايبي الحلوين، هنعمل سوا النهاردة حلى الحطب اللي الترند النازل جديد ومكسر الدنيا. بصراحة هو طلع جميل وسهل وطعمه حلو ومش مكلف. هنجيب كوباية لبن بودرة، هنحمرها على نار متوسطة لحد ما يدينا اللون زي لون البسكويت كده، زي ما انتوا شايفين كده، بس خلوا بالكم عشان بيتحمر بسرعة. هنحط كوباية بسكوت سادة أي نوع عندك تكسريه وتحط عليه كوباية وكوباية اللبن البودرة دي مع بعض، وهنبدأ نعجنه بمعلقتين كبار قشطة ونص كوباية لبن مكثف محلى احنا عاملينه في البيت وطريقته سهلة جدا. هو عبارة عن كوباية لبن بودرة وكوباية سكر بودرة، و هنحط معاها معلقة زبدة بس يكون نوعها حلو عشان طعمه بيبان، وربع كوباية مية دافية ونضربهم في الخلاط بس كده. بعد كده عجنتها بقت عجينة، ابدأ اشكلها الى صوابع طولية زي الحطب، ما تبقاش تخينة ولا رفيعة، نفس السمك ده تقريبا زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اشكلها كلها وتتحكمي في ممكن تطوليها تقصريها، كده كده هنقسمها بعد كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اشكلها كلها احطها في التلاجة تتماسك شوية حوالي يعني ربع ساعة كده، وبعد كده على حمام مية هسيح شوكولاتة خام وابدأ ان انا ادهنها بفرشة، لازم فرشة عشان تديني التجزيعات بتاعة الحطب زي ما انتوا شايفين، واسيبها تنشف وبعد كده اقلبها على الناحية التانية ونفس الكلام ادهنها بحيث ان كل الاسطوانة الشكل الاسطواني كله يبقى عليه شوكولاته. شايفين بقى لما قطعتها جميله وشكلها فعلا زي الحطب ازاي. وبعد كده دخلها التلاجة تتمسك شويه وبألف هنا وشفا، طعمها جميل وحلو.